بقى الكحك بتاعي كده في الكب. طريقة سهلة وبسيطة وخلت الكحك معايا بصراحة ناعم وجميل. هتجربوا الطريقة دي وإن شاء الله تدعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم. لو وصلتوا لحد هنا ادعموني باللايك وكومنت حلو زيكم، وشير كتير عشان الفيديو يوصل للناس أكتر. عايزة أقول لكم إن طريقة بس الكحك في الكبة سهلت عليا كتير قوي، وخلتني ما خدتش وقت خالص وما تعبتش ايدي ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. بصوا بتخلي الكحك كده دايب، وبتخلي انا اتفاجئت ان البس ده خلى الكحك طري كده وناعم بطريقة رهيبة. يعني لو انا قعدت ابسه على ايدي عمره ما كان هيبقى ناعم بالطريقة دي. بصوا عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي بقى انا هضيف له الخميرة بالمية، كوباية الا ربع من المية على باكة الخميرة، وهقلب بقى كده. بس طبعا انتوا هتحسوا كده ان هو لسه سايب او حاجة، هو بس عايز يرتاح شوية. هلم العجينة بايدي كويس كده لحد ما الخميرة تختفي خالص.